السلام عليكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. آراؤكم وتعليقاتكم تحفزنا على الاستمرار. شكرا لدعمكم. أعلن نادي الرجاء الرياضي البيضاوي عن توقيعه عقد شراكة جديد مع مستشفر صيني يحمل اسم شانغهاي، ليكون بذلك الشريك التجاري الجديد الذي ستزين علامته قميص الفريق الأخضر خلال منافسات الموسم الكروي المقبل. وبهذا التعاقد يكون الرجاء قد أنهى ارتباطه مع المستشفر السابق لليانصيب، الذي رافق النادي لسنوات طويلة وساهم بشكل كبير في دعم ميزانيته. غير أن القيمة المالية للعقد الجديد مع الشركة الصينية أثارت الكثير من النقاش، حيث ستضخ شانغهاي في خزينة الرجاء مبلغا يقدر بحوالي 500 مليون سنتيم سنويا، وهو رقم اعتبره المتتبعون ضعيفا مقارنة مع العقد السابق الذي كان يوفر للنادي حوالي 1,500,000,000 سنتيم. ورغم الفارق المالي الكبير، ترى إدارة النادي أن هذه الشراكة تحمل أبعاداً أخرى غير الدعم المباشر، إذ تسعى إلى فتح آفاق تعاون استثماري وتجاري مع السوق الصينية، خاصة أن المستشفر الجديد ينتمي إلى مجموعة صناعية كبرى تنشط في مجالات متعددة، ما قد يفتح الباب أمام فرص تعاون أوسع مستقبلاً سواء على مستوى الاستشهار أو دعم البنية التحتية للفريق. كما أكدت مصادر مقربة من النادي أن التعاقد مع شانغهاي يأتي في إطار استراتيجية جديدة ينهجها الرجاء للبحث عن شركاء دوليين، بهدف تنويع مداخيله وتخفيف الاعتماد على الموارد التقليدية، خصوصا في ظل التحولات التي يعرفها مجال التسويق الرياضي بالمغرب. ويأمل جمهور الرجاء أن يساهم هذا العقد في استقرار مالي أكبر، ويفتح الباب أمام مستشهرين جدد بمبالغ أكبر تعكس القيمة التاريخية والجماهيرية للنادي، الذي يعتبر واحدا من أبرز الأندية الإفريقية والعربية. أعلنت فصائل الإلتراء الرجاوية عن قرارها الرسمي بمقاطعة المباراة التي ستجمع فريق الرجاء الرياضي بنادي الفتح الرباطي يوم السبت المقبل، برسم الجولة الافتتاحية من البطولة الاحترافية. ويأتي هذا القرار كرد فعل على ما اعتبرته الجماهير إجحافا وظلما في حق أنصار النادي الأخضر، بعدما خصصت إدارة الفتح الرباطي عددا محدودا لا يتجاوز 800 تذكرة فقط لجماهير الرجاء، رغم أن المباراة ستجرى بملعب يتسع لآلاف المتفرجين. وترى فصائل الإلتراء أن هذا الرقم لا يوازي الحجم الكبير لجماهير النادي التي اعتادت على مرافقة الفريق أينما حل وارتحل، معتبرة أن هذه الخطوة تندرج في إطار التضييق المتواصل على حضور الجماهير الرجاوية في الملاعب الوطنية. وفي بيان غير رسمي تم تداوله بين الأنصار، شددت الإلتراء على أن مقاطعة اللقاء تهدف إلى إيصال رسالة واضحة للجامعة والعصبة الاحترافية بضرورة احترام حق الجماهير في التنقل الحر ومساندة فريقها بأعداد تليق بمكانة الرجاء وقاعدته الجماهيرية العريضة. كما عبرت المجموعات عن استغرابها من ازدواجية المعايير في التعامل مع جماهير الأندية الوطنية، حيث يتم السماح لبعض الفرق بالتنقل بأعداد ضخمة، بينما يتم تقليص حصة جماهير الرجاء بشكل غير مبرر، الأمر الذي يخلق شعورا بالتمييز ويزيد من حدة التوتر بين الجماهير والجهات المسؤولة. وفي الوقت نفسه، دعت الإلتراء جميع محبي النادي إلى الالتزام بقرار المقاطعة، مؤكدة أن غيابها عن مدرجات ملعب القنيطرة لن يعني غياب صوتها، بل سيكون حضورها رمزيا من خلال رفع شعارات ورسائل احتجاجية في مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيرا عن رفضها لمثل هذه القرارات التي تضرب في العمق قيمة وشعبية النادي. وختمت المجموعات رسالتها بالتأكيد على أن الرجاء سيبقى أكبر من كل العراقيل، وأن قوة النادي تكمن في وحدة جماهيره وصلابتها في مواجهة مختلف أشكال التضييق، داعية إلى الاستعداد بقوة للمواعيد القادمة التي ستعرف حضورا مكثفا يليق بسمعة النادي العريق.